تصور تكون أم والسجن هو المكان الوحيد اللي ابنك عرف فيه معنى الحياة، وجوعك هو سلاحك الوحيد ضد الظلم. فيلم مؤلم بيحكي عن نضال الأسيمات الفلسطينيات اللي قرروا يكملوا مقاومتهم وهم ورا القضبان. الفيلم بيفتح على مشهد تقيل جدا في مدينة نابلس سنة 1980، وقت ما كانت الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والدنيا هناك عبارة عن خوف وصمت وعيون بتراقب بعضها. الجنود بيمشوا في الشوارع زي الأشباح، يدخلوا البيوت من غير استئذان، يشدوا الناس من وسط أهلهم، واللي بيترمي في العربية محدش بيشوفه تاني. وسط الحملة دي بيقبضوا على بنت اسمها ليال، شابة بسيطة ملامحها بريئة، لكن متهمة في تهمة مش بسيطة خالص، إنها ساعدت شاب فلسطيني قتل جندي من الاحتلال. التهمة جاية من العدم، والليال مش فاهمة إيه اللي حصل. كل اللي تعرفه إنها كانت في الوقت الغلط والمكان الغلط. يتحقق معاها الضابط، وكل الأسئلة بتدور حوالين الشاب اللي ساعدته. هي مش قادرة حتى تستوعب اللي بيحصل، الرعب ظاهر في عينيها والتعب باين على وشها، لكن مفيش رحمة. بعد التحقيق بيودوها على السجن، وهناك بيبدأ فصل تاني من عذابها. أول ما دخلت، المسؤولة عن السجن استقبلتها بطريقة مهينة، شدتها من شعرها وضربتها، وبعدين رمتها في زنزانة مليانة سجينات، بعضهم فلسطينيات والبعض الآخر إسرائيليات. المفروض إنهم متساويين في العقوبة، لكن الحقيقة إن ليال كانت في وسط ناس بيكرهوها لمجرد إنها عربية. الإسرائيليات في الزنزانة بدأوا يبصوا لها باشمئزاز، وكأنهم شايفين فيها العدو مش إنسانة. كانت بتحاول تتجنب نظراتهم، بس وجود واحدة فيهم اسمها شولاميت كان مرعب. شكلها باين عليه إنها مدمنة ومضطربة نفسياً، والعيشة جنبها كانت جحيم. ليال أول ليلة ليها في الزنزانة معرفتش تنام، كانت متكومة في ركن بتحاول تخفي دموعها عن نفسها قبل أي حد تاني. الصبح صحتهم المسؤولة بعنف، صريخ وضرب، وكل حاجة في المكان كانت بتقول إن الرحمة كلمة مش موجودة في القاموس هنا. حاولت ليال تطلب منهم إنها تكلم جوزها، يمكن تلاقيه عنده سند أو أمل صغير، لكن المسؤولة ردت عليها بإهانة وضربة جديدة. حست إنها محبوسة مش بس بين 4 حيطان، لأ، محبوسة جوه خوفها ووحدتها كمان. في وسط الأيام الباردة دي لاحظتها سجينة اسمها سناء، كانت فلسطينية قوية ومخضرمة، شايفة الدنيا من خلال تجربة طويلة جوه الزنازين. سناء بدأت تراقب ليال، تحس إن في حاجة ورا سكونها الغريب، وفعلاً خدتها بعد كده عند روتي اللي هي مديرة السجن، اللي كل حاجة فيها كانت باردة زي الجدار. روتي ما تكلمتش كتير، عرضت على ليال عرض واضح: ساعدينا نعرف اللي بيحصل جوه الزنازين، مين بيتواصل مع مين، وإحنا نسهلك تشوفي جوزك. العرض ده كان بالنسبة لليال خنجر مغلف بالرحمة. وافقت بس عشان تشوف جوزها، مش عشان قلبها قبل الفكرة. ولما شافته أخيراً كانت متعلقة فيه كأنه طوق النجاة الأخير، لكن بدل ما يطمنها صدمها. قال لها لازم تكذب وتقول إن الشاب اللي ساعدها هددها بالسكينة. كانت بتبصله بعيون مش مصدقة، كأنها بتسأله أنت كمان، لكنه ما سمعهاش. خرجت من المقابلة وهي حاسة إن آخر شخص ممكن تعتمد عليه باعها. رجعت زنزانتها ومخنوقة، كل نفس فيها وجع وكل دمعة بتحرق قلبها قبل خدها. وفي يوم وهي قاعدة حست بتعب غريب، راحوا بيها العيادة، وهناك اكتشفت إنها حامل. الخبر وقع عليها كأنه لعنة مش نعمة، خصوصاً لما روتي قالت لها بكل برود إنها لازم تنزل الجنين، لأن السجن مش دار حضانة. ليال كانت متعلقة بفكرة الأمومة، يمكن عشان هي الحاجة الوحيدة اللي حاسة إنها بتخصها هي لوحدها مش حد تاني. حاولت تكلم جوزها تاخد رأيه، لكن صوته جالها بارد وميت زي التليفون نفسه. سكتت ودمعة نزلت بهدوء، وهي فاهمة إن خلاص مفيش حد في صفها. نقلوها بعد كده لزنزانة فيها سجينات فلسطينيات، وهناك الدنيا كانت مختلفة. البنات بيتقسموا لقمتهم وضحكتهم، حتى لو الوجع مش بيخلص. اتعرفت على ريحانة وجميلة وأختها، وسناء نفسها كانت هناك رغم إنها ما زالت شاكة فيها. الجو بين البنات كان فيه 1000 حكاية، وكل واحدة شايلة وجعها في قلبها. مع الأيام بدأت تلاحظ إنهم بيكتبوا رسائل وبيهربوها بره السجن بطرق سرية. كانت خايفة خصوصاً لما المسؤولة فتشت الزنزانة ولقيت ورق الرسائل. جميلة اتعذبت قدامهم كلهم، وصرخاتها كانت بتوجع القلب. وبعدها سناء شكت في العيال واتخانجوا، والليال اتعصبت لدرجة إنها جرحت سناء من غير قصد. الجو بقى اتوتر جدا، وكل واحدة بقت تبص للتانية بحذر. وفي وسط كل ده ليال جرحها اتعالج على إيد أيمن، معتقل فلسطيني بيشتغل في عيادة السجن. كان أول شخص من زمان يعاملها كإنسانة مش كمتهمة. ابتسمت لها بخفة وهي مش قادرة حتى ترد، لكن جواه ولد فيها أمل صغير إنها لسه تستحق الرحمة. الزمن مشي ببطء، والبطن كبرت، والليل بقى طويل قوي، لحد ما جالها الطلق ودوها العيادة، مربوطة ومهانة، والعيون كلها بتتفرج عليها كأنها مش كأنها جريمة. ولدت طفلها وسط وجع وصريخ،
وبمجرد ما سمعوا صوتها روتي أخدته منها وقالت لها هتلاقي له مكان أفضل. اللحظة دي كانت النهاية والبداية في نفس الوقت. النهاية لكل حاجة كانت ليال بتحلم بيها، وبداية الأم مش قادرة حتى تشوف وش ابنها. رجعت الزنزانة وهي شايلة في قلبها وجع الدنيا كلها، والبنات حواليها بيحاولوا يفرحوها، لكن هي كانت خلاص خلصت من جوه. من بعد الولادة ما بقاش في حاجة بتخوفها زي الأول. بقت ساكتة، بس سكاتها كان تقيل، كأنه بيحكي كل اللي اتسلب منها. كل مرة تبص في الحيطة كانت تشوف أثر الحفرة اللي بيهربوا منها الرسايل، وتفكر إن الحرية مش بس بره السجن، الحرية ممكن تكون جوه القلب لو لسه قادر يتمسك بالأمل. وابنها نور، الاسم اللي اختارته ليه، بقى هو النور الوحيد اللي بيخليها تصحى كل يوم رغم الضلمة اللي محصراها. السنين عدت جوه الزنزانة، ونور كبر وبقى عنده 2 سنين. كان هو النور الوحيد اللي بيكسر عتمة السجن. كل البنات اتجمعوا حواليه في يوم ميلاده البسيط، غنوا وضحكوا كأنهم نسيوا لحظة إنهم ورا القضبان. الزنزانة الصغيرة امتلت بالحياة، وصوت الضحك غطى على وجعهم. حتى شلاميت الإسرائيلية شاركتهم الغنى، والدموع في عينيها كانت بتفضح إن جواها وجع مش قليل. لكن زئيفة مستحملتش المشهد، اتعصبت وقالت كلامها المسم، كأنها مش قادرة تستوعب إن في لحظة فرح ممكن تتولد في المكان ده. وفي نفس الوقت كانت سناء قاعدة بتتفرج على التلفزيون، ولما شافت الأخبار وسمعت إن الاحتلال ضرب لبنان قلبها اتكسر. صور البيوت المهدومة وأجساد الناس تحت الردم خلتها تحس بالعجز والغضب في نفس الوقت. دموعها نزلت من غير ما تحس، وزئيفة واقفة تضحك من بعيد كأنها بتستمتع بوجعها. الغضب ولع والسجن كله بقى ساحة نار، وسناء فقدت أعصابها وقررت تضرب عن الأكل. المسؤولة دخلت الزنزانة بعصبيتها المعهودة، طلبت من الكل يقفوا ويعدوا الحضور، لكن البنات الفلسطينيات وقفوا صف واحد وقالوا لا. جميلة واجهتها بشجاعة نادرة وكتبت مطالبهم على إيدها كأنها بتكتب عهد جديد. المسؤولة تعصبت، لكن البنات ما تراجعوش. حتى ليال اللي كانت دايما هادية بقت بتحس إن الغضب ده مش تمرد، ده دفاع عن الكرامة اللي بيتسلب منهم كل يوم. ومن اللحظة دي بدأ الإضراب الكبير، محدش أكل ولا شرب والعيون كلها مليانة إصرار. المسؤولة ردت بعنف وقررت تعاقب ليال بنفسها. دخلت زنزانتها، شدت منها نور وحبستهم في زنزانة انفرادية ضيقة. الولد الصغير كان بيعيط بخوف وصوته بيكسر القلب، لكن ليال كانت بتحاول تطمنه، تغنيله وتخليه يضحك رغم الضلمة. بعدها دخلت روتي مديرة السجن بكل برود وقالت لليال إنها خلاص قضت 2 سنين جوه، وإن القوانين بتمنع الأطفال يفضلوا في السجن بعد السن ده. الكلام كان زي الطلقة في صدرها. عرفت إنهم هياخدوا منها ابنها، الوردة الوحيدة اللي عايشة في عالمها الميت. قالت لها روتي إنها ممكن تسيبه معاها بس لو وقفت الإضراب. ليال سكتت، بس سكتها كان وجع أكتر من أي رد. وفي وسط ده كله رجعت شلاميت من الشغل جوه مكتب المديرة ومعاها جرايد مسروقة. اديتها ليال من غير ما تتكلم كأنها بتديها نافذة صغيرة على العالم. ليال قرأت الأخبار ودموعها نزلت وهي شايفة صور الدمار في لبنان. سناء كانت بتصرخ جوه الزنزانة، مش قادرة تستوعب إن أهلها ماتوا، وكل البنات وقفوا معاها، صرخوا، خبطوا على الجدران، أعلنوا إنهم مش هيسكتوا. الاحتجاب كبر وروتي بدأت تفقد السيطرة. أمرت بحرق كل الرسائل والكتب وبإنهم يفرقوا البنات عن بعض. في لحظة هستيرية دخلت الزنزانة وخدت نور من حضن ليال وحطته في حبس انفرادي. ليال وقعت على الأرض، صراحها كان زي ناي مكسور، قلبها بيتقطع وهي سامعة ابنه بيعيط ومش قادرة توصله. وبعد كام يوم دخلت عليها ريحانة، وشها باين عليه الإرهاق، وقالت لها إنها محرومة من شوفة ولادها. حاولت تقنع ليال إنهم يوقفوا الإضراب وإن التضحية دي مش هتفيدهم بشيء. ليال كانت ممزقة بين خوفها على نور وبين ضميرها اللي رافض يركع. في الأيام اللي بعدها رجعت السجيمات للمطبخ، كل واحدة بتحاول ترجع نفسها للحياة بطريقة، لكن الكره مازال شغال. زئيفة كانت بتستفز ليال بكلامها، وشولاميت دفعت عنها لأول مرة، كأنها أخيراً فهمت يعني إيه إنسانة تتوجع ومحدش يسمعها. الزيارة اللي بعدها شافت ليال جوزها، شاب اتغير وشكله بقى غريب عنها. جاب لها هدية صغيرة لنور، لكن عينه ما كانتش فيها حنية،
اتكلم عن السفر، عن المستقبل، عن إن السجن مش مكان تربية طفل. ليال كانت ساكتة، بس جواها كانت بتغلي. لما خلصت الزيارة مشيت من غير ما تبص وراها، وعرفت إن الحب اللي كانت متمسكة بيه مات خلاص. رجعت لزنزانتها وقررت تكمل الإضراب. كانت شايفة في ده آخر شكل من المقاومة اللي تقدر عليه. ومع الوقت السجن بقى بركان. المسؤولة دخلت فجأة وشدت نور تاني، وده المرة دي كانت القشة اللي كسرت قلب العيال تماما. رجعت ريحانة بعد كده، والعيال واجهتها وقالت إنها شافتها بتتعاون مع الإدارة. ريحانة حاولت تبرر وتقول إنها وعايزة تشوف ولادها، لكن ليال ما استحملتش تسمع. اتكسر جواها الإيمان بأي وعد أو حجة. الجو في السجن كان مرعب. جميلة اللي عمرها ما خافت كتبت على قطعة قماش كلمة الإضراب مستمر، ورفعتها زي علم صغير. اللحظة دي كانت الشرارة الأخيرة. الإنذار ضرب والجنود اقتحموا السجن. الغاز اتنشر في كل مكان، والبنات بيخبطوا على الحيطان وهم بيختنقوا، لكن محدش استسلم. طلقة نارية خرجت من سلاح جندي، والإصابة كانت في جميلة. وقعت على الأرض ووشها مبلول بدمها، وسناء صرخت صرخة خرقت صمت السجن كله. البنات حاولوا يشيلوها، لكن الجنود ضربوهم، والغاز غطى المكان زي سحابة موت. المحامية اللي كانت بتدافع عن ليال وصلت في اللحظة دي وواجهت روتي اللي كانت واقفة تتفرج من بعيد. قالت لها إنهم قتلوا بنت بريئة، لكن روتي ردت ببرود إنها كانت بتحارب إرهابيين. بعد الهجوم ليال فاقت في المستشفى تايهة ومش فاهمة حصل إيه. لقيت رسالة من أيمن، الشاب الفلسطيني اللي كانت عرفته في العيادة، بيقول لها إن المقاومة أسرت 6 جنود إسرائيليين، وإنهم طالبوا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإنه مستنيها مهما طال الوقت. بعد شهور أعلنوا أسماء اللي هيتحرروا، كان فيهم سناء علي. لحظة الإفراج كانت مليانة دموع وفرح ووجع في نفس الوقت. سناء سلمت على العيال وقالت لها بنظرة مليانة حنان إنها لازم تكمل وتعيش. الزمن مشي تاني، والعيال فضلت جوه السجن ترسم على الحيطة هي ونور. الحيطان بقت دفتر الذكريات الوحيد. وبعد 8 سنين طويلة البوابة اتفتحت وخرجت ليال للنور. كانت الشمس قوية والهواء حر. وقفت ثواني مش مصدقة لحد ما سمعت صوت ابنها بيناديها. جريت عليه حضنته بكل وجع السنين، كأنها بتسترد حياتها كلها في اللحظة دي. الفيلم بينتهي بلقطة صامتة مكتوب فيها إن من سنة 48 اتسجن أكتر من 700 ألف فلسطيني، وإن في سنة 1983 منظمة التحرير الفلسطينية نجحت في تحرير 4765 معتقل فلسطيني ولبناني مقابل 6 جنود إسرائيليين. صمت طويل بعد الكلمة دي، كأنه بيقول إن الحرية عمرها ما كانت هدية، دي دايما تمن. العبرة من الفيلم إن الحرية عمرها ما بتتقاس بالحيطان اللي حوالينا، وإن الإرادة ممكن تكسر أقسى سجون في الدنيا. وبيورينا قد إيه قوة الأم الفلسطينية وإصرارها على الصمود ممكن يهز أعتى احتلال، وإن النضال مش دايما بيكون بالسلاح، أحيانا بيكون بالصبر، بالجوع، وبالإيمان إن الحق عمره ما بيموت. لو مستني حاجة تكسر الدنيا ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام، هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.